فيها مصدر المجموعه وعرفنا ازاي دي. قال طب عايزين بقى نتعرف على حاجه. هل شايف المجموعه دي؟ المجموعه دي فيها ازرق؟ لا ما فيهاش ازرق. طب فيها اخضر؟ لا فيها اخضر. قال لي مصدر يعني ايه فيها ويعني ايه ما فيهاش؟ قال لي بص يا مصدر، كلمه فيها عندنا يعني كده. العلامه دي ايه العلامه دي يا مستر؟ العلامه بالشوكه دي. الشوكه دي يا مستر، الشوكه دي عندنا اسمها ينتمي. يعني ايه كلمه ينتمي؟ انا بنتمي لحاجه يعني انا موجود في حاجه. انا بنتمي للبيت عشان انا موجود فين؟ في البيت. لكن انا لو مش موجود في البيت يبقى انا ما بنتميش للبيت. يعني انا مش بنتمي لبيتكم عشان انا مش قاعد فين؟ في بيتكم، صح؟ لكن انت اللي بتنتمي لبيتكم عشان انت موجود فين؟ في بيتكم، صح كده؟ قال له بس يعني هنا اقول له ان الاحمر بينتمي للمجموعه ايه؟ يعني الاحمر موجود في المجموعه ايه؟ صح ولا مش صح؟ يبقى مستر العلامه دي يا شباب اسمها ايه؟ ينتمي. يعني ايه ينتمي؟ يعني موجود، يعني موجود قاعد جوه. كلام جميل. وفي عندنا مصدر لا ينتمي يعني مش موجود. ايه لا ينتمي يا مصدر؟ اللي هي عامله كده يا مصدر. بص اختار بس مفيش ايه ده؟ اي حاجه تشطب عليها يعني لا. يعني دي اسمها دي اسمها دي اسمها ايه؟ يساوي. دي اسمها ايه؟ يبقى مصدر اي حاجه تشطب عليها يبقى لا. ما تشطبش عليها يبقى صح كده؟ يبقى دي يعني ايه؟ ينتمي. يعني ايه ينتمي؟ يعني موجود. تمام؟ دي يا مصدر يعني مش موجود. طب اسال حضرتك سؤال، مين اللي مش موجود في المجموعه ايه؟ الازرق. يعني انا لو كتبت هنا ازرق يبقى ده مش موجود. مين تاني؟ الاسود لا ينتمي. اي حد مصدر غيره يبقى مش موجود. مش موجود يعني اقول له لا ينتمي. قال لي طيب صعبه اللعبه دي؟ لا بس احنا عندنا ينتمي او ايه؟ لا ينتمي. ينتمي يعني موجود، لا ينتمي يعني مش موجود. قال لي طب يا مستر بص الحركه دي. بص اللقطه دي. بص ساعات كده اللي جاي عامل كده. جايب كلمه احمر دي شايفها؟ اهي. ويجي يقول لي ايه رايك في ايه؟ الاحمر ده موجود ولا مش موجود؟ موجود. يبقى هكتب له ايه؟ ينتمي. اصل الاحمر موجود في المجموعه ايه؟ طب بص الراجل ابن الذين ده يعمل ايه؟ يجي يكتب لي الاحمر ده بس يتكسف يسيبه عيان. امال يعمل ايه؟ يغطيه ازاي؟ يغطيه كده. يحط فلوس من اللي بيرقص. في الحالة دي هو موجود ولا مش موجود؟ موجود. بس في الحالة دي يا مستر اكتب علامة موجود مش كده. بص اكتبها ازاي؟ الحتة اللي في النص تبقى اسمها جزئية. يعني ايه جزئية يا مستر؟ تقول يعني موجود. الله يعني دي زي دي. بس ايه الفرق ما بينهم؟ لما يكون عريان ما عندوش اقواس غلبان حط له ايه؟ ينتمي. لكن لما يكون لابس اقواس حط له ينتمي. ماشي؟ يبقى مصطلح خلي بالك الشوكه دي لما ما يكونش حاطط هنا ايه؟ اقواس. لما ما يكونش حاطط اقواس تحط المشارطه في النص. طب لما يكون حاطط اقواس يا ولد، لما يكون حاطط اقواس احطه من غير شرطه في النص.
يعني مصطفى لو جه عمل لي كده قال لي أزل وقال لي إيه؟ لمسية. أقول له موجودة ولا مش موجودة؟ مش موجودة. أعملها أم شرطة ولا من غير شرطة؟ أيوة صح أم شرطة عشان ده عريان. ها؟ يبقى ده كده مستر عريان يبقى أصله مش موجود أم شرطة. طب بص بقى يا مستر لو قام جاي عامل لي كده اشيل الشرطة اللي في النص وبالحالة دي تبقى اسمها لا جزئية. اسمها ايه؟ لا جزئية أو ليست ايه؟ جزئية. صح ولا اللعبة ديت؟ لا. أي مشكلة؟ يبقى احنا مستر عرفنا. تنتمي يعني موجود. لا تنتمي يعني مش موجود. جزئية يعني موجود. لا جزئية يعني مش موجود. ايه الفرق ما بينهم؟ هي بس بص الفرق ما بينهم ان لما يكون عيان حط الشرطة اللي في النص. لما يكون مستغطي ما تحطلوش الشرطة اللي في النص. بس تقريبا مش تنتمي خد جزئية او ليست ايه؟ جزئية. صعبة اللعبة دي ايه؟ هي مشكلة؟ اي طب ما تيجي نلعب اللعبة دي ايه؟ افتح كده معايا مش كده؟